السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم معانا في فيديو جديد على قناتنا، قناة جرب وصفتي. الفيديو النهاردة هو ما فيهوش وصفة، لكن هنرتب مع بعض كده شوية ترتيبات وتجهيزات لرمضان ان شاء الله. وهقول لكم مع بعض على شوية معلومات حلوة جدا ان شاء الله تستفادوا منها. يلا بينا نسمي الله ونبدأ مع بعض الفيديو. مبدئيا كده زي ما انتم شايفين، آه، الفيديو النهاردة هيكون فيه شوية تجهيزات كده لخزين رمضان. كان عندي شوية قمح بليلة بالشكل اللي انتوا شايفينه، كانوا جايين من عند ناس حبايبي يعني. فبدأت ان انا اجهزهم كده، حطيتهم معايا بره في البلكونة ياخدوا يوم في الجو. كان قبل كده كان في جو الشمس شوية. الفيديو ده مصوراه بقالي يعني شوية بسيطة كده. فحطيت القمح البليلة ده معايا علشان ينشف معايا او يشم الهوا معايا، لان طبعا القمح ده كان مغسول قبل كده. فطبعا علشان ما ياخدش منك رطوبة ويعمل عفونة، فانا طلعته معايا تهوى شوية. بعد كده بدأت ان انا انسفه بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا. اللي في ايدي ده منخل، اللي هو المنخل السلك، اللي هو الخشن شوية، اللي بنعمل بيه الدقيق الذرة، وبنعمل بيه الردة، وبنعمل بيه كمان البليلة والحاجات اللي هي الحبوب الخشنة شوية. يعني ما بنعملش بيه الدقيق الناعم. فبدأت ان انا اهز معايا كده القمح البليلة، وابدأ ان انا انضفه كويس واشيل اي قشور بره زيادة معايا عليه. طبعا التجهيزات دي بتوفر عليك وقت كتير لما بتيجي تحتاجي تعملي اي يعني بليلة، تحتاجي تجهزي لها اي تجهيز لاي حاجة تانية. برضو التجهيزات دي بتوفر عليك وقت ومجهود كتير. انت ممكن بتاخديها في يوم مثلا تجهزي الحاجات دي، وبعد كده بتبقى جاهزة معاكي على الاستعمال على طول. ما بتحتاجيش كل مرة تنقيها وتنضفيها والكلام ده. زي ما انتم شايفين كده، اخدتها نضفتها معايا بالشكل اللي انتم شايفينه. هبدأ انسفها كده كويس، واشوف كمان لو فيها اي طوبة او اي عفار او اي شيء مش مظبوط. هبدأ ان انا انضفها كويس واجهزها معايا، احطها معايا في برطمان او في علبة تقدري ان انت تحتفظي بيها في التلاجة لو القمح ده مغسول زي ده. لكن لو هو مش مغسول ناشف عادي، تقدري تحتفظي بيه في دولاب المطبخ عادي زي ما انتم شايفين كده. طبعا على دخول رمضان، كل سنة وحضراتكم طيبين وبألف خير. بتبدأ ان انت تجهزي لنفسك شوية تجهيزات كده للحاجات اللي انت تستخدميها طول الشهر يعني. يا اما تفرزي مثلا خضار او فواكه للعصير، او مثلا لو لحوم، او يعني اي وجبات حابة ان انت تجهزي وتوفري على نفسك مجهود في رمضان تكون جاهزة معاكي. بتقدري ان انت تجهزيها. طيب عندك حاجات زي دي مثلا حبوب او كده هتستعمليها برضو، هتقدري ان انت برضو تجهزيها وتكون سهلة معاكي للاستعمال في الوقت ده. يعني لما بتجهزي الحاجة واحدة بواحدة كده يعني على ايام كده متفرقة، بيكون الموضوع سهل معاكي. لكن لما بتبص تلاقي كل الحاجات كده اتكومت على بعضها، فبتلاقي الموضوع بيستصعب عليكي. فمن الافضل ان احنا ناخد وقتنا ونبدا ان احنا نجهز كل يوم على قد ما نقدر كده حاجه معانا. علشان طبعا احنا ورانا شغل البيت التاني، ورانا اولادنا ومذاكرتهم وكلام من ده، فما يبقاش الموضوع فيه ضغط علينا. فده زي ما انتم شايفين، حبيت ان انا النهارده يعني اديكم كده طاقه ايجابيه تبداوا تجهزوا معايا. لو عندك اي خزينه او اي حاجه حابه ان انت تبداي فيها، تبداي ان انت تجهزيها من دلوقتي. كمان في الفيديو ده كان عندي كميه من السمسم حلوه زي ما انتم شايفينها كده برضو. لكن السمسم ده كان جاي يعني زي ما هو، يعني يا دوبك السمسم الجامع كده وجالي زي ما هو. طبعا في اللي هو القش والعفار والحاجات اللي بتكون مطرح السمسم. وكمان طبعا كان لسه طري يعني. المفروض السمسم ده لما بيتجمع بياخدوه يفردوه كده على مفارش لحد في الشمس، لحد لما ينشف كده ويبقى كويس يعني، يتحمص زي ما بيقولوا في الشمس عشان ما يبصش معاكي. فطبعا هو كان لما جالي من عند الناس اللي هم جايلي من عندهم او حبايبي اللي جاي من عندهم السمسم، كان لسه مجموع. فطبعا جابوهولي زي ما هو. فانا اخدته برضو فردته معايا كده في الشمس بره في البلكونة لحد لما تنشف كده كويس. برضو خد يومين تلاتة كده في الشمس، واقلبه كده على بعضه لحد لما حسيت ان هو خلاص كده ايه يعني، ما عادش فيه نسبة رطوبة قوي.
اخدته برضو هزيته بنفس المنخل ده. ممكن في منخل انعم شوية للسمسم عن اللي هو معمول بيه قمح البليلة. يعني المناخل دي درجات، في منها اللي هو الحرير بتاع الدقيق، وفي منها اللي هو السلك، فيه برضو سلك خشن وفي سلك ناعم شوية، وفي كمان من السلك ده حاجة معمولة كده زي الشبكة، يعني عاملة زي الشبك البلاستيك كده، انا شفته برضو قريب. يعني في اكتر من حاجة. برضو بدأت ان انا انضفه واجهزه كويس، وبرضو عبيته معاه ونقيته وجهزته معايا برضو لما احتاجه الاقيه جاهز. كان عندي برضو دقيق مطحون وجاي لي بالشكل اللي انتوا شايفينه. طبعا الدقيق الكتل اللي معمولة في الدقيق دي كان سببها انه الدقيق فضل في الشكارة بتاعته يعني على بال ما جاني فترة طويلة. وطبعا هو سخن على بعضه، فعمل زي عرق كده على بعضه، فبدأ يعمل تكتلات زي ما انتوا شايفين كده. فانا اخدت الشكارة. طبعا لو حصل معاكي موقف زي كده بتبدأ ان انت تاخدي بالراحة الاول كده كل القطع اللي تاخدي الدقيق الاول اللي هو الناعم، قبل ما تاخدي الكتل اللي هي بتاعت الدقيق دي، لان الكتل دي ممكن يكون فيها حاجة مثلا ما تكونش مظبوطة قوي. فبتنيمي، انا نيمت الشكارة كده على الناحية اللي هي فيها الكتل دي، خليتها هي اللي تحت على الارض، وبدات اخد من فوق كده بالراحه. شايفين القطع اللي فيها الكتل زي ما انتم شايفينها كده، فيها بدايه لون مخضر زي ما انتم شايفين في التكتلات دي. طبعا انا نخلت الدقيق النظيف الاول، وبعد كده الدقيق اللي فيه تكتلات ده نخلته مرتين. لكن القطع اللي هي يعني اللي فيها لون مخضر زي ما انتم شايفين ده، من طبعا مش عفونة ولا حاجة، بس هو مكان يعني الرطوبة اللي كانت في الدقيق. بدأت ان انا الحاجات اللي زي دي انخلها لوحدها واخليها معايا مثلا لاستعمال ان انا احمر بها سمك، احتاجها في اي حاجة ان هي احتاجها في آلية، يعني مش في عجين. لكن الدقيق النضيف اخدته كله نخلته كويس ونضفته، وببدأ ان انا بقى اخزنه معايا في الجرادل هوريها لكم دلوقتي علشان يفضل معايا اطول فترة ممكنة. الدقيق نضيف وما يسوسش ولا يدود ولا يحصل في اي مشكلة. زي ما انتم شايفين الدقيق المتكتل ده كله انا اخليته للاخر خالص، وبدأت ان انا انضفه كده لوحده علشان الدقيق كله ما يختلطش على بعضه. زي ما انتم شايفين لما دخلت الدقيق النضيف بدأت ان انا اجيب معايا عندي جرادل كده بلاستيك، وبدأت ان انا اضغط الدقيق فيها واكبسه فيها كويس علشان يفضل معايا اطول فترة ممكنة. الدقيق حلو وما يجروش اي حاجة. تقدري تحطيه بقى في حاجة ألمونيا، تقدري تحطيه في حاجة بلاستيك، يعني على حسب الحاجة اللي انت بتخزني فيها. التجهيزات دي يا جماعة بتوفر عليكي وقت كتير، وكمان بتلاقي الحاجة جاهزة عندك وموجودة، وكمان ما بتهدريش ولا بتبوظي الحاجة اللي عندك. يعني الحاجة غالية واحنا كلنا عارفين، فما فيش مجال ان انت يعني تسيبي حاجة تهدر منك او تبوظ. يعني حرام، الحاجات دي احنا محتاجينها. زي ما انتوا شايفين كده ببدأ ان انا اكبس الدقيق بالشكل اللي انتوا شايفينه كده واضغطه كويس، علشان كل ما تضغطيه ويبقى يعني جامد كده في الجردل، كل ما يدخلوش هوا ويفضل معاكي اطول فترة ممكنة، يكون كويس ونضيف وما فيهوش اي حاجة. ببدأ اجهز الموضوع ده كده من السنة للسنة، او كل ما ببدأ اطحن او بيجيلي دي بعمله بالشكل اللي انتوا شايفينه. ما بسيبهوش في الشكارة يفضل فترة طويلة علشان ما يبوظش معايا ويدخل له هوا. جهزته كده وهبدأ ان انا اجهزه معايا. وبكده الفيديو معانا النهاردة يكون انتهى. وريتكم شوية كده يعني تجارب بسيطة وافكار بسيطة. برضو لو عندك حاجات مشابهة لكده تقدري ان انت تعمليها، واحنا كلنا بنشجع بعض. بتمنى الفيديو يعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. ولو عجبكم الفيديو هنعمل مع بعض برضو شوية تجهيزات كده حلوة لرمضان، وهنقل لكم كل التفريزات والتخزينات اللي انا بعملها. بتمنى ان شاء الله ان الفيديو ينول اعجابكم، ومستنيه اللايكات والاشتراك في القناة لو اول مرة تشوفيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.